شرح. حزب الله وقوته اللي كلنا بنعرف شو هي قوته، قد ايه بياخذ معه وقت يحتل لبنان؟ انا بقول لك ساعات. وجيشه السوري وراه، وجيش وحزب الله العراقي وراه، كل المنطقه بايده، ليه ما بيعملها؟ لانه في خطوط حمر، مين حاطط الخطوط الحمر؟ فينا نقول نحن الغربيين عم بيساعدونا، بدنا نساعد حالنا، مش انه منا متروكين، نحن منا متروكه العمليه يعني هيك انه. بس كانوا عم تصور يمكن اليوم الطرف أنا الاخر كانه بعبع وانا بده يجي يهزمني، ليه بده يجي؟ قلت لي شو عم تحكي؟ هيك حزب الله هو الذي افلس الدوله اللبنانيه، هو يلي قال ما بدي ادفع اليورو بونز، هو يلي صرف 37 مليار دولار احتياط بالبنك المركزي اللبناني على الدعم، صاروا عنده. اوكي، هو اللي حاطط عينه على الذهب، هو يلي حط حسن مقلد بالبنك اكل عقوبات، هو محاصر رياض سلامه صار معه رياض سلامه محاصر، ما بعرف يعني شو وضعه، بس كل التقارير تشير الغربيه انه في سيطره كامله لحزب الله على البنك المركزي. شو مصالحه التجاريه مع ايران؟ بدهم يروحوا يصطفلوا، اوكي يصير في فرز على هذا الاساس بلبنان، كوريا شماليه كوريا جنوبيه، يلي بده يروح مع المحور الممانعه يروح.